تشوفون القدور هذه كلها بتخافون، بس لا تخافون، ترى الكشري مرة طريقته سهلة ومرة حلو، كمان تعتبر أكلة خفيفة. أحس البشاميل أثقل منها. السلام عليكم يا أهلين، هلا والله، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ شو مسوين؟ اتمنى انكم تكونون بأتم الصحة والعافية وانتم تشوفون فيديو اليوم عاد كذا على طول دخلتكم معاي المطبخ وقلت نسوي مع بعض الفطور. اليوم فطوري عاد غير شكل، جد من جد غير شكل، يعني مو زي دايما. اليوم قررت اني اسوي التلبينة النبوية اللي وصانا عليها الرسول اللهم صل وسلم عليه، يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. مجمة أي بمعنى أنها مريحة للفؤاد. فكمان قرأت عنها وإنه يقولون إنها تبعد عنك الأفكار السلبية وكمان الوساوس الشيطانية. فتدرون كذا والله يعني بنات مع كثرة السوشيال ميديا الحين النت ندخل تجينا يعني قصص، مواقف، أشياء كذا يقشعر منها الجسم، تجيب الضيقة والله أوقات في النفس. يعني أوقات كثيرة أمسك التيك توك ولا السناب ولا اليوتيوب، أي شيء من مواقع التواصل الاجتماعي، تجيني كذا قصص يعني قشعر منها الجسم، شيء يعني فظيع وكذا، أحس إني أتأثر فيها. يعني قبل ما أمسك الجوال تكون نفسيتي حلوة وكل الحمد لله مرتاحة وكل شيء، بعد ما أمسك الجوال يجيني كذا قصة أو صورة بشعة أو أي حاجة زي كذا، فجأة كذا أتأثر وتجيني ضيق، استغفر الله العظيم، في الهم وكل شيء. فحلو شوي كذا نبعد عن السوشيال ميديا كذا، ونبعد خاصة عن القصص السلبية هذه مرة اللي تطلع لي كذا فجأة. الله يبعدنا عنها ويبعدها عننا يا رب العالمين، ويشرح قلوبنا وخاطرنا، قولوا آمين. عاد خلونا الحين نرجع لطريقة التلبينة. راح تحتاجين الشعير المطحون، موجود في السوبر ماركت، صار يتواجد، بس أنا اشتريته من المطاحن. ضيفين ملعقتين من الشعير المطحون ومعاها كوب حليب، بس أنا استبدلت هنا كوب الحليب بحليب اللوز، 3/4 كوب الحليب اللوز، والباقي أضفت موية. فإذا صارت ثقيلة معاك تقدرين تخففينها بشوية موية وعادي. تقدرين تحلينها كمان بالعسل أو بالسكر اللي أنت حابة، بس أنا هنا حليتها بالعسل، وأضفت لها كمان شوية رشة قرفة، عطاها مرة طعم حلو. ما أخفيكم أني قبل جربتها بالعسل بالتمر، ما عجبتني أبدا، يعني مو مرة كذا عجبتني. يوم حليتها بالعسل وسويت لها شوية قرفة مرة عطاها طعم حلو. آخر شيء كذا عاد عطيتها كذا رشة مكسرات وكمان رشتين من العسل. يا ويلكم باك بنات، الحين رجعت لكم من جديد، بس رجعت لكم بفعالية اللي هي حابة اني الشجرة هذه اغير القصيص حقها. قلت لكم قبل القصيص حسيته صغير على الشجر، فجبت قصيصة اكبر وكمان اعمق، وكمان جبت تربة. فرحت انا عند المشاتل، الصراحة رحت درت اماكن عشان اجيب قصيص، بس أنا صراحة ما أبغى أدفع يعني مبلغ وقدره في قصيص، فقلت أبغى شيء يكون سعره حلو كمان حجمه حلو. فالأماكن صراحة اللي رحتها كلها يعني أسعارها تكون غالية، فرحت آخر شيء عند المشاتل، قلت أكيد راح أحصلها بقيمة أقل. فتخيلوا أخذت التربة مع القصيص هذا وحقها الصحن كمان حق القصيص ب45 ريال، مرة السعر حلو ما شاء الله تبارك الله. فقبل صراحة ما أروح المحلات القصيص لحاله 50 زي كذا، يعني خاصة بالحجم هذا. والتربة قلت له إنه أنا شجرتي داخل البيت، فأعطاني التربة هذه، قال إنه التربة هذه تناسب الشجر داخل البيت وكمان برا البيت. فتوني أدري إنه في تربة خاصة داخل البيت وخارج البيت، فزين إنه قال لي هذه المعلومة، عشان مرة ثانية كمان لو رحت أشتري تربة أكون منتبه لهذه النقطة. فوش بعد كنت بقول لكم؟ ايوه شوفوا الشجرة عندكم هذه، القصيص نفسه فيه له 3 شجرات، حلو، 3 شجرات. او صرت انا مع الوقت اشوف ان القصيص صغير وكمان الجذور تخيل تطلع برا القصيص،
فحسيت إنه الشجرة كذا راح تموت علي إذا كانت الجذور جالسة تكبر وما حصلت لها مساحة، وكمان راح تعفن. فأفكر إني أنزل الشجرة هذه وأفكفك الجذور من تحت عن بعضها يعني بحنية عشان ما أبغاها تموت علي. وأشيل واحدة وأحطها في القصيص الصغير هذا، وثنتين أحطهم في القصيص الأكبر. بس ما أدري إذا راح تزبط معاي الفكرة هذه أو لا، أو إنه راح تتقطع معاي الجذور بعدين تموت يا ربي، بعدين بزعل عليها. فأقول من قلي أنا أتلقف وإني أجي أفكفك الجذور من داخل. فما أدري والله، بشوف أنا الحين حطيت السفرة هذه على أساس إني أنزل الشجرة هنا وأشوف إنه إذا بقدر بفتح الجذور عن بعضها ولا لا. إذا ما قدرت الصراحة راح أشيلها بكبرها وأحطها في القصيص الثاني وأزيد التربة طبعا وأسقيها. وإذا تفكفكت بيكون مرة شيء حلو تمام. رغم ترى حلو شكلها هي وكبيرة كذا فصايرة منعشة، فما أدري قلت مشان يمكن الجذور تاخذ راحتها، لو فكيتها الشجرة راح تاخذ راحتها فراح تتغذى أكثر. والله الصراحة ما أدري. ويلا الحين مع بعض نغير التربة ونغير كمان القصيص. الحين بنات دخلتها داخل القصيص، شوفوا كيف يا ربي حاطة سفرة على الفاضي. يعني قال إني حاطة السفرة على أساس إني ما أوسخ وعشان ما أكنس، بس مصير إني أوسخ وأكنس، هذا هو الواقع. فالحين نقلتها كذا، صدقوني شكلها أحلى بالقصيص الأكبر. فالحين راح أسقيها موية وأرجعها في الزاوية مثل ما كانت، وألم القش هذا والوساخة اللي وسختها. تدرون بنات ريحة التربة كأنها ريحة أكسجين اللي يحطونه في الصبغات للشعر. استغربت مرة ريحتها. قبل عند أهلي جبت تربة عشان كان عندهم نبتة، فما كانت ريحتها كذا أكسجين، فغريبة مرة ريحتها كذا قوية، بس شوية أكيد راح تهدأ. والحمد لله انتهيت خلاص، كنست البيت وكمان مسحت البيت. الحين اقدر اني اشغل المكيف، لاني تخيلوا جالسه اصور لكم بدون مكيف. خلاص فطست حر يا ربي، فطست حر، لان المكيف مع المنور كذا يطلعون صوت ازعاج في التصوير وزي كذا. اوف حرانة مرة الحين. خلاص راح اشغل المكيف شوية كذا اتبرد، اعتق نفسي من الحر اللي موجود الحين حاسة فيه، وكمان من الشغل.
رجعت لكم الحين من المطبخ. ان شاء الله باذن الله راح اسوي كشري للعشاء، اللي هو عشاء وغداء مثل ما انتم عارفين. فبتشوفون القدر هذه كلها بتخافون، بس لا تخافون، ترى الكشري مره طريقته سهله ومره حلو، كمان تعتبر اكلها خفيفه. احس البشاميل اثقل منها، يعني حتى من ناحيه التعب البشاميل اتعب منها بكثير. فالكشري اول شيء انك ايش راح تسوين؟ القدر الاول هذا ايش سويت فيه؟ حطيت فيه، ثواني خلوني اقلب عشان ما يحترق معاي. شوفوا كيف لونه صار. هذا اول شيء. قدر الكشنة اضفت فيه الثوم، لازم تحطوا كمية حلوة من الثوم. انا حطيت تقريبا 8 فصوص من الثوم، وكمان علبة صلصة. وبعد ما تتركينها كذا مع الزيت كذا شوية تسبك، الحين راح تنزلين عليها طماطم عادي معصورة، ومعاها الفلفل كمان، عروق الفلفل حسب الرغبة اللي انت تبغين الفلفل ايش. فالفلفل والطماطم هنا كلهم معصورين، وكمان الملح. فراح تحطينها فوقها بعد ما تسبك شوية الصلصة تطلع لونها، تحطينها فوقها. بسم الله. وحركيها واتركيها على نار هادية تتسبك مزبوط مزبوط. وبعد ما تسبك كذا معاك مزبوط كذا على نار هادية، خلاص إذا خلاص حسيت إنها استوت معاك وصار ثقلها مرة حلو، إذا جيتي بتسكرين عليها النار إيش تسوين؟ تسكرين عليها النار وتضيفين خل، تقريبا كذا 3 ملاعق كبيرة من الخل، تضيفينها فوقه وخلاص تسكرين عليها، وخلاص تكون عندك الكشنة جاهزة. في قدر هنا تضيفين العدس. انا تضيفين لي عدس نفس كميه الرز، مثلا اضفتي الرز عندك كاستين رز، تضيفين عندك كاستين عدس، وهكذا. فهنا انا ضفت العدس، تحطين معاه ملح وتتركينه يغلي لغايه ما يستوي معاك. والقدر هذا بس نقعت فيه الرز، ما راح اطبخ الرز، لا راح انقع بس فيه الرز. وثالث قدر اللي هو فيه المكرونه، مكرونه كذا شويه تسلقينها مع الملح وبس، سلق عادي وتصفينها وبس. هذه هنا تركت الرز ينقع. بعد ما يستوي معاي العدس راح احط العدس هو بمويته الباقيه، احطه فوق الرز واشغل عليه النار واخليه يستوي الرز معاه. عرفتوا كيف؟ يعني بيكون العدس عندي مستوي وهذا يكون لسه مش مستوي بس انه منقع، فتصير الحبه كذا لونها ابيض وبس. وتشوفين الملح اذا كان تمام او لا، وتملحينه وبس، وتغطين عليه وتتركينه لغايه ما يستوي معاك الرز، وتسكرين عليه القدر. بتصير عندك الكشري كذا مرة جاهز. ايش المسألة الصعبة في الكشري؟ عندكم البصل، اللي هو البصل لازم تقلين البصل لغاية ما يتكرمل. فأنا الحين راح أقلي البصل إن شاء الله بإذن الله وأكرمله، بس ننتظر عندنا الشتني وهذه الأشياء تخلص. راح أسوي معكم باقي الخطوات. راح أكتب لكم تحت المكونات في صندوق الوصف إذا حابين ترجعوا لها وتشوفونها. وجد مرة جربوها، مرة حلو كشري. أنا صراحة من عشاق الكشري وأحس إنه شيء مرة لذيذ وكل حاجة. الحين صار عندي العدس مستوي او باقي شويه عليه كذا في الاستواء، فراح احطه فوق الرز وادوق الملح اذا تمام اوكي، اذا مو تمام اضيف ملح، وممكن تضيفين شويه فلفل اسود. بس هذه الاشياء اللي تضيفينها، ولا تضيفين اي حاجه ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. خطوه مهمه، اذا استوت معكم المكرونه اضيفوا لها زيت وقلبوها عشان ما تلزق معاكم. خلاص راح اخرجها بهذا اللون. ما شاء الله تكرمل وتشرمل. بس نزلي كذا على ورق واتركيه عشان ينشف، لا تغطينه. تخيلوا جيت ابغى اضيف احط للشتني شويه خل، قلت لكم ان تضيفون خل شويه، فما عندي خل ابيض، فراح استبدل الخل الابيض بحمر منقوع.
اتركها شويه تغلي بحكم اني اضفت الحامض. شوفي تضيفين للشي حامض للشتني يعطيها كذا طعم حلو، حراره مع حموضه، فمره حلو. شفتوا المصريين يضيفون لكم الشتني بعدين شويه يضيفون لكم صوص فيه خل وكمون ومدري وش وخرابيط كذا. فيوم تسوون هذا الشتني خلاص اغنيكم عن الصوصات الثانيه، ما تحتاجون انكم تضيفون الصوصات الثانيه ولا شيء، لانه هذا حامض وحار و كذا حلو. الزبده انه حلو، فجربوه وادعوا لي. يلا خلونا الحين اجرب الكشري واقول لكم الطعم كيف. بسم الله، خلينا نسوي كذا ميكس، نخلط كل شيء مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. والله واضح انه مره حار، المفروض اجيب ملعقه اصلا مو شوكه. انا احب على الكشري احط كاتشب، بس الحين عندكم ما راح ما راح احط كاتشب، بس خليه على الكشنه. بسم الله. مرة لذيذ، مرة حلو. كل المكونات راح احط لكم اياها تحت في صندوق الوصف، وجربوها مرة لذيذة. وبس، لا هي راح اقول لك وريتها في فيديو اليوم. اذا وصلتي لغاية هذه الدقيقة شكرا مرة 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 مرة، والله يفتح لك ابواب الرزق والخير والفرحة والسرور كل شيء. قد ما اسعدتيني انك واصل لغاية اخر الدقيقة. بس اهم شيء انك كمان تعطيني لايك عشان هذا يشجعني، وكمان يرفع الفيديو لاكبر عدد من الاشخاص يشوفون الفيديو. تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، واهم شيء تفعلون الجرس عشان يوصلكم اي جديد انزله. واشوفكم على الف خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.